لم يستطيعوا إيقافي، فاستعملوا أكثر حيلة سخيفة في تاريخ كرة القدم. كيف يمكنهم إيقاف رجل حطم منتخب البرازيل قبل أيام فقط من النهائي؟ في ذلك اليوم لم يلعب البرازيل ضد فرنسا، بل لعبوا ضد زيدان. في النهائي تجرأت على فعل ما لم يجرؤ عليه أحد. نفذت بانينكا في وجه أفضل حارس في العالم بوفون، وكانت طريقتي لأقول أنا لا أخاف أحدا. مدربهم كان يعرف ذلك، فقال لي ماتيراتيزي اتبعه أينما ذهب، لا تتركه لحظة. وفعل، لكنه لم يستطع إيقافي، لا بالتدخلات ولا باللعب، فلم يجد سوى طريقة واحدة. في الدقيقة 110 شد قميصي، فقلت له بهدوء: هل تريد القميص؟ سأعطيك إياه بعد المباراة. كانت مجرد مزحة، لكنه اختار أن يؤذي بالكلمات لا بالأقدام. أهان أختي التي كانت مريضة جدا في ذلك الوقت. في تلك اللحظة فقدت السيطرة، ثانية واحدة فقط، ووجهت له الضربة التي يعرفها العالم كله، ثم البطاقة الحمراء، الخروج وصمت العالم. فازت إيطاليا بكأس العالم، لكن من دوني، لم تكن لتحققه أبدا.